شنو السبب اللي يخلي اللاعب يحضر للعبة وما يحضر للتمرين؟ السبب اللاعب لو المدرب؟ تعال ليش دائما نشوف عدد اللاعبين باللعبات أكثر من التمرين؟ هل هو سبب اللاعب لو المدرب؟ تعال تابع وياي وراح أشرح لك هواي تفاصيل وهواي أمور، سواء كانت شخصية المدرب أو شخصية اللاعب. المدربين الفرق الشعبية ما عندهم شخصيات، ما عندهم قيادة، ما حد يحترمهم، دائما ما اشوفهم بالجروبات السلام عليكم شباب باكر مباراة ودية 60 70 لاعب، السلام عليكم شباب باكر وحدة تدريبية، ولا طير لاعبين يعني. هذا دليل على انه ما حد يحترم مدرب الفرق الشعبية او رئيس الفريق الشعبي، وهذا دليل على ضعف المدرب اللي واقف على الفريق الشعبي. ما حد يسمع كلامه بالوحدة التدريبية، بس باللعبات كلها تريد تلعب. هاي دليل على شنو؟ دليل على المجاملات، واللاعب مسنود يقول لك أنا أحضر ما أحضر ألعب مكاني موجود. من سببها؟ سببها المدرب مخلي مساحة ومجال للاعبين يتمادون. اكو لاعبين المدربين عندهم محبس بديهم. ناس وبعض المدربين وبعض اللاعبين يقول شنو احنا ما نحترم؟ لا، انتم ما تحترموا المدرب، لان المدرب يبلغ بالجروب وانتم لو مغلس، لو تنطي اوكي ما تجي، لو تجي متاخر، لو ما تجي والعذر مالتك والله انا بالشغل. صح، اكو عالم عندها شغل واكو عالم عندها عمل وعالم عندها هواي امور. من سابع المستحيل ان اليوم الشغل مالتك يبقى لليل، ذاك من ذاك اللي يبقى شغل مالته لليل. اغلب الناس تشتغل الى 4 للثنتين يخلص الشغل مالته، بس انت تتقلب وانت شنو؟ عندك فكره ببالك ان انت مكانك موجود، ان انت المدرب جيت للتمرين او ما جيت للتمرين انت يلعبك. وهذا اللي خلى 99% من الفرق الشعبيه انه شنو؟ تتهيكل او تتدمر. وهذا جزء من دمار الفرق الشعبيه وجزء من دمار اللياقه البدنيه اللي كانت قبل عند الفرق الشعبيه. اكو فرق شعبيه لياقتها عاليه، ليش؟ من تدخل بطوله، يعني تدخل بطوله ماشي تاخذ بطوله تطلع قبل. حسه لا، اختلفت الوضعيه. اللاعب يدخن قدام المدرب، يغلط ويفشر، اللاعب هو اللي يبدل اللاعبين، هو اللي يفشر، اللي يغلط على الجمهور، ما يحترم قرارات المدرب، يقول له تبديل يبقى بالساحه يقول له ايش يأشر له. هاي هواي امور نتيجتها شنو؟ المساحه والمجال اللي ينطوه المدربين. اضحي بلاعب ولا اضحي بفريق؟ شنو الفائده انا مبقي لي لاعب بالفريق اخلاق ماكو، تعبان، صح خوش لاعب وامكانيه ويفوزني، بس شنو الفائده؟ اخلاق ما عنده، اضحي فيه. بس لكن انا شو ابقى؟ انا ابقى اخلق جيل جديد. اللاعب يروح يجي 10 لاعبين. هسه اغلب المدربين يقول انا اذا شحت اللاعبين المسيئين واللاعبين التعبانين راح يتفلش فريقه وماكو لاعبين اجيبهم. مين اجيب لاعبين؟ لا اكو لاعبين، بس انت جبان، ما تعرف تاخذ قرار، انت ما تعرف تتصرف، انت ما عندك اي شخصيه. والدليل على هذا ما حد ياخذ كلمتك من تبلغ بالوحده التدريبيه، بس كلها تجي وكلها تريد تلعب، واذا ما لعبتهم يزعلون. ليش؟ لان انت معطيهم مجال. تحياتي لكم، المدرب علي كاظم محسن، متخصص تدريب الفئات العمريه.